باتمان هاش. لو سألتني مين الشرير في عالم باتمان اللي ممكن يعلي على الجوكر، هقول لك هم كتير، بس في واحد ناس كتير ما تعرفوش، هو مقل في أعماله الحقيقية، ولكنه كان شرير في واحدة من أشهر الكوميكس في عالم باتمان. قصة درامية مليانة خيانة وغدر الصحاب وكل الكلام اللي بنحب نشوفه في مسلسلات رمضان ده. هو ده الجديد. باتمان هاش هو ارك كوميكس اتقدم في 2002 وكسر الدنيا، لانه كان عامل زي افلام العيد الكبير بتاعت السبكي، كل مشهدين ثلاثه تلاقي ضيف شرف تقيل، بس بدل احمد السقا وشيكو وعلي ربيع عندك الجوكر وسوبرمان وبويزن ايفي وراس الغول، شويه فيلنز حلوين كده. اكيد برضو عشان الرسومات كانت من الاعظم جيم لي وكتابه جيف ليو. بتبدا القصه بمحاوله باتمان انه ينقذ طفل خطفه كيلر كروك. كيلر كروك ده فيلن غلبان بيجيبوه كل لما يتزنقوا، وبيتفاجئ بعدها باتمان بكات وومن، واللي يعرفني يعرف ان كات وومن ليها نفس غلاوة مدام نادية الجندي في قلبي. بتظهر نجمة الجماهير وهي بتسرق فلوس الفدية وبتهرب. بيطاردها باتمان ولكن بيختل توازنه ويقع من على ارتفاع عالي جدا، بيسبب ليه شرخ في الجمجمة، وكان على مشارف الموت خلاص. بيحاوطوا مجموعة من المجرمين عايزين يخلصوا عليه، ولكن تيجي هانترس وهي ليها مكان في القلب برضه، وزي ما انتم شايفين ان هي جدعة يعتمد عليها، وتنقذه وتشحنه في البات موبيل لألفريد. وبصعوبة وبأنفاس تكاد تكون الأخيرة بيطلب باتمان من ألفريد إنه يبعت لصديقه القديم المتخصص في طب جراحات المخ تومي إليوت عشان هو اللي يعمل له العملية. وفعلا يجي تومي وينقذ صديق طفولته بروس وين بعد ما يقولوا إن هو اتصاب في حادث عربية. بنكتشف بعدها إن كات وومن كانت الطاهرة الشريفة مضحوك عليها من بويزن أيفي. ده ما يقللش من غلاوة بويزن أيفي في قلوبنا طبعا. أيفي استغلت قدرات بعض النباتات اللي عندها عشان تتحكم في كات وومن وتخليها تسرق فلوس الفدية، بس أكيد لأن مصاريف السماد للفدادين اللي زرعاها كلها قسمت ظهرها. مش عايز أسبق الأحداث وأقول لك إن باتمان وكات وومن كان طول عمرهم في بينهم سيتويشن شيب، ولكنهم هيقربوا من بعض جامد جدا الحقيقة في الكوميك ده. حب هيولع في الذرة، بس هنيجي لكل حاجة في وقتها. الخطوة المنطقية اللي بعد كده إننا هنطارد بويزن أيفي عشان نعرف إيه اللي وراها، تكون هي سابتها لهم مخدرة حرفيا وطلعت على متروبوليس. ولما كات وومن وباتمان يعملوا عليها كماشة في متروبوليس، فجأة تظهر أحدث جثة بويفن ايفي قدرت تسيطر عليها وتتحكم في عقلها، ساكن متروبوليس الاشهر سوبرمان. سوبرمان يحط عليهم جامد طبعا وهو فاقد للسيطره، لكن باتمان مش هفق برضه، ديوبليد يلا حتتين كريبتونايت وهوك يمين في هوك شمال ويطلع يجري. تكون كات وومن خطفت لويس لين حبيبه سوبرمان وترميها من فوق سطح العماره. ينتفض سوبرمان وينجح انه يتخلص من سيطره ايفي ويروح يلحق لويس لين من السقوط في المشهد الكلاسيكي المعتاد. ويروح باتمان وسوبرمان ياخدوا بعضيهم ويطلعوا على بويزن ايفي، وعشان يضمنوا ان هي مش بتتحكم في حد فيهم ياخدوا معاهم سلاح سري كريبتو، كلب سوبرمان اللي بيقبض بنفسه على بويزن ايفي. من اول هنا وعينك ما تشوف الا النور. كل شويه هيطلع لباتمان الجوكر وهارلي كوين وراس الغول وريدلر، ليله كبيره ساعات، كل واحد فيهم جاي بخطه وهدف متعلق بباتمان. طب فين بقى الشرير اللي اسمه هاش وليه ما طلعش لحد دلوقتي؟ واحنا في الاوبرا وبروس وين وسيلينا كايل اللي هي كات وومن يعني خارجين في ديت، ومعاهم صديق بروس وين اللي انقذ حياته الجراح تومي إليوت. فجأة تخش معشوقة الكوسبلايرز في كل مكان هارلي كوين وتطلب من الحضور انهم يقلبوا نفسهم. من ضمن اللي بتسرقوا سلسلة لابسها تومي. بنعرف في فلاش باك سريع ان هي هدية من والدة تومي. لحظات عصيبة بتمر بيختفي فيها بروس وين، لكن بيظهر بعدها باتمان بيتعارك مع عصابة هارلي كوين، ولكنها بتوقع تقالات ستاير المسرح على دماغه. هو طبعا لسه ما تعافاش بشكل كامل من جراحة المخ فبيقع. هارلي قبل ما تنهي حياته بتظهر كات وومن وتنقذه. هارلي بتضرب كات وومن بالنار وبتهرب. باتمان يقرر انه ما يطاردهاش ويروح يشوف كات وومن لو كويسة. هنا تومي بيقرر هو اللي هيطارد هارلي علشان يرجع السلسله بتاعت مامته. كات وومن بتقول له انها كويسه وانه لازم يروح يلحق هارلي وصاحبه، وفي مسافه دقائق بيكون ورا تومي وهارلي. لكنه اول ما بيخرج من الباب الخلفي للاوبرا بيشوف المفاجاه البشعه. الجوكر قاعد فوق جثه صديق الطفوله وفي ايده مسدس وبيضحك في سخريه. هنا بيتحول باتمان لوحش. باتمان بيواجه الصدمه بسيل من الذكريات. بيفتكر باد جيرل واللي الجوكر عمله فيها لما عرف هويتها السريه كباربرا جوردن بنت المحقق جيم جوردن. ازاي ضربها بالرصاص ورصاصه منهم جت في عمودها الفقري وخلاها قاعده، ودخل صورها وهي بتحارب الموت عشان يوري الصور دي لجيم جوردن ويدمر نفسيته. ومن ساعتها وهي على كرسي متحرك وعارفينها باسم الاوراكل. وافتكر جيسون تاد، وده كان تاني شخص ياخد هوية روبن السايد كيك بتاع باتمان، وازاي الجوكر قتله بوحشية شديدة، وكل الأبرياء اللي الجوكر كان السبب في موتهم وفي ألمهم. وهنا باتمان خد قرار، الجوكر لازم يموت. هارلي بتحاول تنقذ الجوكر ولكن باتمان ما بيظهرش اي رحمه اتجاهها وبيكمل ضرب فيه. كات وومن بتحاول تتدخل ولكنه بيضربها في دراعها في نفس المكان اللي خدت فيه الرصاصه، وبيرجع للجوكر وهو مصر ان هو ينهي حياته بايده. وقبل لحظات من تنفيذ حكم الاعدام على الشرير الاسوا في حياه باتمان تيجي رصاصه تحذير وصوت بيقول له ارفع ايدك. قبل ما باتمان حتى يبص مين اللي بيكلمه بيلاقي الصوت بيقول له انت فاكر اني ما فكرتش اقتل الحقير ده 1000 مره؟ انا مش بحاول انقذه، انا بحاول انقذك انت. يلتفت باتمان عشان يلاقي جيم جوردن صديق باتمان واكتر شخص اتأذى من الجوكر وخسر احباب كتير
بسبب. باتمان بيسيب الجوكر ويبعد مع جوردن، ولكن وهم ماشيين بيجي صوت الجوكر ضعيف من وراه بيقول أنا بريء. لما نبعد شوية نشوف راجل غامض مغطي وشه بضمادات وبيراقب من بعيد. هاش أخيراً ظهر. استنوا معانا لآخر الفيديو عشان في مفاجأة كبيرة. في جنازة تومي إليوت صديق طفولة باتمان والجراح اللي أنقذ حياته، بروس وين واقف ياخد عزاء، صاحب واجب كالعادة. بس في الوقت اللي المفروض يكون فيه في حداد على تومي إليوت، عقل باتمان مشغول بحاجة تانية. كل اللي بيحصل ده من أول خطف الطفل لحد الجوكر اللي قتل صاحبه أكيد مش صدفة عشوائية، مفيش صدفة تجمع المجرمين دول كلهم. ومن هنا الدنيا بتقلب أتوبيس شرق الدلتا السياحي للفيلنز. أي فيلن معدي بيركب، راس الغول، بنته تاليا، الريدلر، سكير كرو بيظهروا وغيرهم، وباتمان بقى حرفيا مش فاهم هو بيتحارب مع مين ولا ليه. باتمان بيحاول يمسك اي طرف خيط لدرجه انه بيخطف تاليا بنت راس الغول. تاليا دي كانت الاكس بتاعته، ويعني في المستقبل هنعرف ان في عيل عندهم وفي حوار نفقه وهنتكلم فيه بعدين. بعد ما بيعرف من تاليا مكان راس الغول بيسيب كات وومن معاها تحرسها، وما يروح يقابل راس الغول بيكتشف منه معلومه مهمه، ان العدو الحقيقي مش مجرد فيلن عادي، ده شخص من ماضي بروس وين نفسه. نورت المحكمه. في الوقت ده كانت كات وومن بتاكل اقوى علقه خدتها في حياتها، بس مش من الاكس، لا من ليدي شيفا. ليدي شيفا دي واحده من اقوى المقاتلات في عالم دي سي. دي هي اللي دربت باتمان اصلا بعد ما ظهره اتكسر، بعد ما بين كسر له ظهره، القصه اللي انتوا عارفينها او ممكن نبقى نحكيها بعدين. وهي كانت جايه تنقذ تاليا بنت راس الغول، بس تاليا جدعه مش بس ما بتساعدش ليدي شيفا، دي بتضربها بنفسها وبتقعد تحرس كات وومن لحد ما باتمان يجي يستلمها. الاكسات الجدعه برضو مش كتار. بعد عركه سريعه مع سكير كرو اخيرا باتمان بيلاقي نفسه قدام الرجل الملفح بالضمادات. مش بس كده، ده بيشيل الضمادات عشان يلاقي تحتها جيسون تود، روبن التاني اللي الجوكر قتله من سنين. باتمان يتسمر من الذهول للحظات قبل ما يهاجمه، ولكن في الحقيقه باتمان ما كانش بيهاجمه بكامل قوته لانه مصدوم. جيسون اللي مات واقف قدامه وبيوجه له كلمات قاسيه جدا، انه مش مسامحه انه سابه يموت، وحتى بعد ما مات ما حاولش حتى ينتقم من الجوكر ويقتله، لحد ما يقول له انا كل اللي كنت محتاجه انك تحبني زي ما حبيت روبن الاول واعتبرته ابنك. باتمان بيقاوم احساس الذنب وجراحه ويمسك في جيسون ويوجه ليه عده ضربات قويه، وبألم شديد يقول له انت حاولت تدنس ذكرى طفل وشريك فقدته، لكنك غلطت غلطه كبيره. جيسون حتى وهو بيموت كان عارف قد ايه انا بحبه. في اللحظه دي بينزل المطر ويتغير تشكيل ملامح الشخص اللي في ايده عشان نكتشف انه كلاي فيس، الشرير اللي مكون من طين ويقدر يشكل نفسه عشان يبقى شبه اي حد. ولما يهرب يروح باتمان لباربرا جوردن الاوراكل ويوريها جهاز تصنت لقاه في البات كيف، تقدر تتتبع جهاز الارسال بتاعه. اخيرا بيواجه هاش الحقيقي، وبعد عراك سريع بيلاقي سلسله مألوفه متعلقه في صدره عشان يعرف انه تومي إليوت صديق الطفوله. مفاجاه، الجوكر كان بريء فعلا. الجثه اللي كانت تحت الجوكر كانت برضه كلاي فيس، بيتظاهر انه إليوت عشان يبعد عنه الشبهه تماما. وسبب اللي عمله تومي إليوت في بروس بيتكشف. وهم صغيرين بتحصل حادثه عربيه لام وابو تومي، وابو بروس وين بما انه جراح بيحاول ينقذهم، ينجح في انقاذ ام تومي ولكن ابوه بيموت في غرفه العمليات. باتمان بيقول له انت مجنون، انت بتحاسبني عشان ابويا ما قدرش ينقذ ابوك؟ تومي يقول له لا طبعا، انا بنتقم منك عشان ابوك انقذ امي. انت مش فاهم انت محظوظ قد ايه انك ابوك وامك اتقتلوا وورثت كل الفلوس دي في سن صغير. انا استنيت سنين عشان امي تحصل ابويا، وده مش مسامحك عليه ابدا. باتمان حبت عين امه ما لقاش رد، بما ان ثقافته امريكاني وما عندوش بلاغه كافيه انه يسحب له واحده اسكندراني، فانهار على الارض غالبا فقد القدره على الخلفه. ينقذه في اللحظات الاخيره صديقه المحقق جيم جوردن اللي الاوراكل بعتته مكان باتمان، وجه معاه هارفي دنت تو فيس. تو فيس كان اتعالج وقتها وعمل عمليه تجميل، بقى حوار تاني هنحكيه بعدين. هارفي مشكورا يطلع مسدسه ويضرب هاش 6 طلقات، ياخدهم هاش ويقع في الميه. طبعا جوردن يقول له ايه اللي انت عملته ده مجنون، وياخد منه المسدس ويقبض عليه. وباتمان ينزل ورا الجثه الميه لكن ما بيلاقيش ليها اي اثر. وفي مشهد اخير باتمان وكات وومن يعملوا بريك اب فوق مقبره جيسون تود عشان عندهم تراست ايشوز ودادي ايشوز وحبه ايشوز تانيين، وتنتهي قصه هاش هنا. في مفاجاه اخيره في كام صفحه بعد كده، ولكن حاسبها للي حابب يقرا الكوميك نفسه. انا حكيت لكم القصه دي بمناسبه ان بعد 23 سنه من صدور القصه الاصليه بتاعت هاش راجع تاني في نهايه شهر مارس الحالي سنه 2025 في هاش 2 اللي هيرجع يكتبها جيف لوب ويرسمها الفشيخ جيم لي. وبالمناسبه السعيده دي هختار يوم صدور العدد الجديد 50 متابع من مصر و50 متابع من السعوديه و50 متابع من الامارات عشان يكسبوا العدد الاول هديه مني. واللي متابعني عارف ان الطبعه الاولى من العدد الاول في اي سلسله مهمه بيكون قيمته عاليه قد ايه، وبمرور الوقت بيتباع باسعار كبيره ازاي، او لو انت كولكتور عمرك ما هتستغنى عنه. طبعا انا مش هقدر ابعت العدد عدد لعناوين البيوت، بس اللي هقدر اعمله ان انا اخلي فيه مكان في مصر ومكان في الامارات ومكان في السعوديه، كل اللي كسب يقدر يروح يستلم العدد بتاعه من هناك. سامحوني بس ده اقصى حاجه اقدر اعملها. ايه اللي مطلوب؟ ان انت طبعا تعمل لايك وشير وكومنت، ضروري كومنت، لانك في الكومنت هتقول لي ايه اكتر فيلن انت بتحبه لباتمان، وايه القصه الجايه اللي انت عايزني احكيها من قصص باتمان. في انتظار تعليقاتكم.